السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى الصباحي. النهاردة بقى هنعمل كب كيك حادق وكب كيك حلو. ان شاء الله هنعمل الحادق الاول وبعد كده الحلو. الحادق هنعمله ان شاء الله بالجبنة رومي ولانشون وزيتون. انت عندك بقى اي حاجة، جبنة شيدر، جبنة رومي، جبنة اي انواع جبنة حطيها، لانشون بس، جبنة حتى لو جبنة قريشة عجنيها مع الدقيق وايه واعمليها تطلع في منتهى الجمال. هنخش على المقادير على طول. كوبايتين دقيق، طبعا الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الدقيق اللي هي دي، انا عايرت بيها الدقيق كوبايتين دقيق، عايرت بيها الزيت وعايرت بيها اللبن. هنا كوبايتين دقيق، رشة ملح ورشة رشة سكر ورشة ملح ورشة بيكنج باودر، كربوناتو. يبقى رشة سكر وملح وكربوناتو، ملح وسكر وكربوناتو، رشة ملح ورشة سكر ورشة كربوناتو على كوبايتين الدقيق. حتتين لانشون كده قطعتهم صغير زي ما حضراتكم شايفين. خلاص، بس احنا هنيجي هنا كده ونقلب الملح والبيكنج باودر، الكربوناتو والسكر. احنا حطينا رشة ملح ورشة سكر ورشة كربوناتو، خلاص، مع كوبايتين الدقيق. والكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق عايرنا بيها اللبن وعايرنا بيها تاني الزيت. هنحط بقى اللانشون، حتتين لانشون بقى زي ما تحبي، حتتين 3 4 5 اللي موجود عندك اعمليه. هنقلب بقى كده، هنحط، نسيت طبعا احط البيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. حطينا كيس بيكنج باودر مع الملح والسكر والكربونات. يبقى حطينا كوبايتين دقيق مع رشة ملح ورشة سكر ورشة بيكنج باودر، البيكنج باودر كيس والكربوناتو رشة بس، خلاص. وحطينا اللانشون، وكمان هنحط زيتون اخضر. عندك بقى زيتون اسود، عندك زيتون اخضر حطيه، ما عندكيش استغني عنه. ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره. خلاص، ده كل مقاديرنا الجافه. خلاص، هما كوبايتين دي يعني مش هياخدوا حشوه كتير. هنكسر بقى دي كده كده مع الدقيق، جبنه رومي. طبعا الكوبايتين الدقيق مش كتير، يعني مش هياخدوا مننا لانشو كتير ولا جبنه رومي كتير ولا زيتون كتير. اهو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر كده اهو. خلاص، بس كده. يبقى هنا حطينا كوبايتين دقيق ورشه سكر ورشه ملح ورشه كربوناتو وكيس بيكنج باودر مع الجبنه الرومي واللانشون والزيتون. بس دي المواد الجافه بتاعتنا. خلاص، هنيجي بقى للمواد السايله. هنحط في الخلاط نص كوبايه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه زيت، نص لبن. يبقى حطينا نص كوبايه زيت ونص لبن ونص كوبايه زبادي، كله نصاص، نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن ونص كوبايه زبادي، ومعلقه خل، معلقه خل، 2 بيضه. مادام حطينا 2 بيضه هنحط فانيليا على طول. مادام حطينا بيض يبقى نحط فانيليا، كيس فانيليا. بس كده، دي كل مقاديرنا. هنضرب بقى الحاجات الحلوه الجميله دي كده وكده. الكب كيك بتاعنا اتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ودلوقتي ضربنا كل السوائل مع بعض، الحاجات الجميلة الحلوة دي. هنشيل بقى الخلاط كده ونفضيها على ايه، على السوائل. نشيل دي بقى كده، قلبناها خلاص كويس قوي، خلاص بس كده. نفضي بقى الحاجات الحلوة الجميلة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. كده بس كده. فضينا الحاجات الحلوة الجميلة دي، خلاص. هنقلب بقى كده في اتجاه واحد كده، بس كده. وهنجيب قالب الكب كيك والورق بتاعته ونحطه، ونكون مولعين الفرن على 180 درجة. هيتحط بقى من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، بس كده. كده نقلبه حلو كده. بس كده خلاص. وقت بعد ما خلصنا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا، بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى، جبنا الكب كيك وحطينا الورق بتاعه، وايه هنحط بقى كده. مش هنحط كتير، هي نص الورقة كده، نصها بقى 3/4 كده، بس كده. كده كده. طلع ده كده عشان ما يبقاش معوج، بس كده. ان شاء الله يطلع كده. وطبعا ده بقى الكب كيك ده لاولادنا وهم رايحين المدرسه، وانت رايحه الشغل، تاخديلك وحديتين حلوين وحديتين حادقين، او واحده وواحده حسب بقى اذا كنت عامله رجيم مش عامله رجيم لاولادنا. بدل ما نصحى نعمل سندوتشات، لا، كله مع بعضه، كله مع بعضه، كله مع بعضه، بس كده. عايزه تحطيه مش عايزه تحطيه في الكب كيك، حطيه في قالب انجليش كيك، خلاص. لو انت مش عايزه تتعبي نفسك وتحطيه كده في الكب كيك، حطيه في قالب الانجليش كيك كده. الشكل يبقى ايه، يفرح ولادنا الصغيرين لما تديله وحديتين كده مع صباع موز. طبعا هيفرح، واكله تفتح نفسه، هياكل ويحلي. ده لما تعملي له سندوتش جبنه رومي وسندوتش لانشون او جبنه بيضه، لا، كله مع بعضه، كله مع بعضه كده. كده اكمل بقيه القالب عشان ما اطولش على حضراتكم. كده هكمل بقيه القالب بقى. دلوقتي دخلنا الفرن الكب كيك الحادق، هنعمل ايه الحلو. نخش على المقادير على طول، نفس تقريبا نفس المقادير، بس في شويه تغيير ايه صغير. هنا كوبايتين دقيق برضو، عايرناها بنفس الكوبايه دي، نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الزيت واللبن والسكر، عايرنا بيها الدقيق، خلاص. كوبايتين دقيق
رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة حلوة كده كربوناطة، يبقى كوبايتين دقيق ورشة كربوناطة حلوة كبيرة كده، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. خلاص احفظوا المقادير عشان انا يعني الحمد لله بنسى. خلاص هنحط ايه تاني؟ المواد الجافة، الزبيب، ما عندكيش زبيب ما بلاش منه، فواكه مسكرة، ده الحلو. خلاص يبقى ده ايه؟ كب كيك الحلو. عملنا الحادق فبنعمل الحلو. هنقلب التقليبه الحلوه دي كده. خلاص حطينا المواد الجافه اللي هي الدقيق والملح والبيكنج باودر والكربوناتو والفواكه المسكره والزبيب. ما عندكيش زبيب ما تحطي الزبيب، عندك زبيب بس حطي زبيب، عندك شويه جوز الهند حطي جوز الهند. خلاص بس نركن بقى المواد الجافه ونيجي للسايله. طبعا انا عملت في نفس الخلاط عشان انا كده ما غسلتهوش، فقلت ده لبن برضه كنا حاطين فيه لبن وبيض مش اشكال. خلاص هنحط نص كوبايه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه الزيت، كوبايه وربع لبن، يبقى نص كوبايه الزيت المواد السايله، نص كوبايه الزيت وكوبايه وربع لبن، كوبايه وربع لبن. حطينا كوبايه وربع لبن ونص كوبايه الزيت وكوبايه الا ربع سكر. عايزه تحطي الكوبايه كامله حطي الكوبايه كامله، انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي. انا حطيت 3/4 الكوبايه، كوبايه الا ربع. معلقه خل كبيره، معلقه خل كبيره، بيضايه، باكو فانيليا، ونضرب بقى الحاجات الحلوه الجميله دي كده ضربه حلوه كده. نشغل الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي ضربنا المواد السائله كلها مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. نركب كده، نجيب المواد السائله، بسم الله الرحمن الرحيم كده كده. بس كده كده خلصنا الكب كيك اللي هو الحلو. عملنا الحادق وحطيناه في الفرن على درجة حرارة 180 من 12 دقيقة ل 15 دقيقة ان شاء الله. كده نطلعه وبعد كده نحط الحلو كده، يضربوا بقى ضربة حلوة كده. بس كده خلي دلوقتي كده وده كده.
ودلوقتي بعد ما ضربنا الخليط كله مع بعضه كده، السايل مع الجاف، بسم الله ما شاء الله اهي. هنجيب بقى القالب ونحط كده ونقلب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هنفضي بقى كده كده اهو. ندخله على درجة حرارة برضو 180 من 15 دقيقة بقى لإيه؟ ل18 دقيقة لتلت ساعة، يعني ل20 دقيقة، عشان طبعا ده قالب انما التاني صغنن. بس كده يلا بينا ندخله، يلا بينا ندخله الفرن، يلا بينا. المسكرة يلا بينا بقى ندخله الفرن على درجة حرارة 180 من 18 دقيقة ل20 دقيقة، يلا بينا. دلوقتي بعد ما سوينا الكب كيك، بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، بصوا زي السفنج، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عملنا الكب كيك وعملنا في قالب الانجليش كيك، عملنا حادق وعملنا حلو. عملنا الحادق باللانشون والجبنه الرومي والزيتون، وعملنا الحلو بالفروتو اللي هو من فواكه مسكره زبيب والزبيب، فواكه مسكرة وزبيب. والزبيب. معلش انا اسفه، عملنا الحلو بالفواكه المسكره والزبيب. بس في ايه بقى، حاجه كده من الاخر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عامل ازاي. نقطع بقى من القالب الكب كيك، بسم الله ما شاء الله. قبل ما نقطع من قالب الكيك هنقطع ايه من ده كده، نفك كده. بصوا السوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا السوا عامل ازاي، بصوا السوا عامل ازاي. بصوا لو استوى من تحت بس ومن فوق لا، نولع الشوايه ثواني كده ونخلي عيننا عليه، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي. فواكه من جوه، من الفواكه المسكره، بصوا بسم الله ما شاء الله. خلاص خلاص خلصنا من ده كده. نحط بقى كده اهو، ونحط ده كده ونقطع. ده الحادق، انا اسفه، اللي في الكب كيك ايه الحادق. انا عايزه اقول اللانشون والزيتون والجبنه الرومي، فقلت الفواكه المسكره. اعذريني بقى لاني متوتره شويه، معلش. الحادق اللي هو باللانشون والجبنه الرومي والزيتون الاخضر. خلاص بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، وبصوا طريه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هنقطع بقى اللي هو بالفروتو، الفواكه المسكره، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. رخر، بصوا بصوا سفنج سفنج خالص، بسم الله ما شاء الله. بصوا الزبيب، بصوا الزبيب، بسم الله ما شاء الله. حتى وقع اهو. انا عامله الزبيب ده هو غامق كده، مش اتحرق، لا غامق كده عشان انا عملت ال انا اللي عامله الزبيب العنب الغامق اللي هو الاسود، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميل. ايه رايكم، حلو صح؟ نقطع حته تاني، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نعمله بنفس المقادير ونفس الطريقه، وان شاء الله كده تدوا لاولادنا وهم رايحين المدرسه. نلحق ونعمل لهم. ايه رايكم، نعمله ان شاء الله، تعملوه وهيعجبهم جدا. ويلا كل واحد وحديتين، واحده من الحادق وواحده من الحلو، او الوحديتين من هنا ووحديتين من هنا، مع صباع موز، تفاحية، اي حاجه اي حاجه، او جوافايه، اللي كل واحد وعلى حسب ظروفه. وتعملوه بالهنا والشفا عليكم وعلى اللي هياكلوه. وكانت معاكم منى الصباحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.